ما السعادة بالنسبة إليك أبو عبد الله؟ يعني هل أنت سعيد في حياتك إذا عرفت السعادة؟ الحياة بطبيعتها حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك. أين السعادة فيها؟ إذن وهل البشر اللي عايشين منذ آلاف السنين إنهم يمثلون السعادة على مسرح النسيان، إما بالمال أو بالعلم أو بالدين أو بالموروث. فهنالك من هو سعيد بماله ولكن له أحزان لو تفرغ لها لحزن، وكذلك هنالك من هو سعيد في عقله. أنا لو أبت فكان عندي عقلي اللي أنا أسعد فيه لأني أصل للناس والناس يصلوني وأجد المحبة. إذن أنا هذه قوام السعادة عندي، ولا يهمني المال. ولكن هنالك من هو أيضا سعيد بالمال. فالمال والصحة والعقل والمرجعية هي أساس السعادة التي ننعم بها. فمن تخلى عن تلك الأربع فقد الكد، الصحة، التمييز، المرجعية. لإيلاف قريش السعادة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الكد الذي أطعمه فليعبدوا رب هذا البيت. المرجعية الذي أطعمهم من جوع هنا الصحة، وآمنهم من خوف هنا العقل، فلا يميز خائف. لذلك أنا أرى الحياة بين البكائين أحيا، والحياة قصيرة، فهل آن لي أن أستبين لذلك؟